مقصيتي في السيارة يقول دفها يا عيد لين يدرجني. هاي شلون السيارة شريتها من؟ اي شريتها، زد علمتكم قصتها، شريتها من الحراج وثر الماخوذة قرنبة. ها ادري ما فيها، وكلت مصرف عيالي وخسرتني ولعبت فيه. ويوم اصبح ادري ما تشتغل. واقوم عليها وادزها. قالوا عاد عيالي يا ابوي ما تشتغل، يقول وليدي اللي اسمه عيد. قلت لا يا عيد الدفها لو انها تشتغل ما وقفت. جاء عاد على هالمثل. شو يقول؟ قال دفها يا عيد لين يدرجني، لين تمشي من خطرها الله يناجي، ولو مشيت يومين فالثالث تكني، ما تقضي الوقت معنا باندماجي. يا السنين الماضية لو ترجعني، رجع شقران حيث انه مزاجي، العوض عقب السكري بنت حني، ما تجي عرز وراها البيت لاجي. القرنبع ما تنشع بالمغني، ما تعدى مزرعة رعد دجاجي، القرنبع ضيعت فكري وظني، جبتها قبل امس من سوق الحراجي، التواير من ورا ما يمسكني، والمواشي من قدم فيها ارتجاجي، والمداقر والرفارف يزرعني، والكويل ما يورد للبواجي. والمكينة تسن فيها صوت جني، ينزعج دخانها مثل العجاجي، والسوايل والبريك يهربني، كملت مصرف عيالي بالقراجي، خسرتني ما يكف الدين عني، أكلت البيزات ما يضحك حجاجي، مثل راس غلايس تاكل ما توني، بيح الموجود ما عندي خراجي، شرية السكراب في تبدي طعني، ما تعدى العرز الأقصى بانزعاجي، ومثل هو اشكالها ما يعجبني، اللي مسكت بريك هالسكار راجي، مع هذا وانا بعد سايق وفني، مير ما ينفع بها كثر العلاجي، ابعدوها يا اهل المعروف مني، واشخطوا في كشنها مثل السراج.